في أوائل الستينات من القرن الماضي كان المرحوم إبراهيم بدوي أبو ديب أول من وضع حجراً في الشارع الأشهر الذي يتوسط حي الرمل في مدينة صور، والذي أخذ اسمه لاحقاً فرسخ في الذاكرة الشعبية باسم شارع أبو ديب، رغم أن التسمية الرسمية للشارع هي قرطاج. كان أبناء صور يخرجون من الحارات القديمة ويتمددون نحو حي الرمل، فبنى أبو ديب منزلاً صغيراً، وإلى جانبه أقام بسطة يبيع عليها الفلافل التي ما زال يشتهر بها حتى اليوم. وحول منزل أبو ديب ومطعمه الذي بدأ يكبر شيئاً فشيئاً بدأ العمران ونشأ الحي والشارع. في الحرب كان هذا الشارع عرضة للتدمير الكبير، فسقط العديد من مبانيه وتضرر الباقي، ومنهم مطعم أبو ديب الذي يقود اليوم ورشة ترميم وصيانة. فمتى عاد أبو ديب عاد النبض للشارع ومنه للمدينة رويداً رويداً. نحن المهم حاسين حالنا خلقنا من جديد هلا، واليوم مبلشين بهالحياة، وبنحمد الله بنشكره على كل شيء. المهم رجعنا وعلى بلدنا رغم الخسائر الكبيرة اللي عنا بالمحل والبيوت وبالشارع أبو ديب، وكيف بدنا نفتي نلاقي دمار بأي جهة أو بشو بدي أقول لك، أنا بكل الشوارع ومقهور على كل شيء، نسيت وجعي بالمحل. أنا بدي أقول لك إذا بدي أحكيك على خسائر، يعني خسائر كتير كبيرة، بس بتطلع بالخسائر التانية كمان عن جاري بنسى الخسائر اللي عندي يعني. والحمد لله على كل شيء. نحن بلشنا هلا نجهز مطعم ابو ديب من قلت لكم للكهرباء للمي للبرادات للسقفيه، واذا بتنزل بعد شوي لتحت بريد المطعم بتلاقي كمان كوارث كثير كبيره. وان شاء الله خلال اسبوع ان الله راد لازم نكون فاتحين المحل، والحمد لله عم نشتغل بالليل وعم نشتغل بالنهار. اذا بدي احكي على محبه اهل سور، حبت كلها، كل واحد عم بيساعد الثاني، كل واحد بيجيني الان بيقول لي الحمد لله على السلامه، شو بدك لاعمل لك؟ ولقينا محبه البلد كلها لبعضها، والناس عم تنسى شو وجعها، الناس عم تنسى وجعها وبترجع بتقول لك انت بتفتح يا ابو ديب. ونحن اذا فتحنا ان شاء الله رح يكون اسعارنا مشجعه جدا 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 لاهل البلد. نحن اهل البلد لهم حصه كبيره عنا بهالمحل.